انتشرت السنين الأخيرة أمراض كتيرة جدا، ومن أشهر الأمراض دي سرطان الدم أو ما يعرف باسم اللوكيميا. سرطان الدم ده واحد من أكتر الأمراض اللي ممكن نكتشفها باي لاك بالصدفة، وفي تحاليل كتيرة جدا بنعملها عشان نشخص بيها سرطان الدم، زي السي بي سي، البون مارو اكزامينيشن، السي دي، وغيره من التحاليل اللي بنعملها. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن نوع سرطان وهو المالتيبلاي مايلوما، وازاي نشخصه بس عن طريق تحليل البول. فركز معايا في حلقة النهاردة وكشكولك وقلمك، ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. بس قبل أي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معاكم كابتن أناليسيس. تعال احكي لك الحكاية من الأول. الدم عندي بيتكون من 3 خلايا أساسية، وهما الريد بلاد سيل والبليتلت والوايت بلاد سيل. تعالى كده ناخد الوايت بلاد سيل. هتتكون من 5 خلايا أساسية، وهما النيتروفيل، المونوسايت، الليمفوسايت، الايسينوفيل والبازوفيل. طب تعالى ناخد الليمفوسايت. الليمفوسايت عندي منها 3 انواع، وهما التي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت والناتشورال كيلر، زي ما انت شايف في الصورة قدامك بالظبط. نكمل مع بعض. ركز معايا في الصورة اللي قدامك دي. خدنا بقى خلية البي ليمفوسايت، حصل لها differentiation واتقسمت عندي الخليتين، يا اما بلازما سيل يا اما ميموري سيل. طب تعالى ناخد البلازما سيل. البلازما سيل دي هي اللي هتطلع ليا الانتي بوديز. طب تعالى ناخد الانتي بودي. الانتي بودي بيتكون من كابا ولامدا لايت تشين. الكابا واللامدا لايت تشين دول بيدخل في تكوينهم بروتين اسمه البنس جونز بروتين. البنس جونز بروتين ده بروتين ما بيتفرزش في جسم الإنسان بكمية كبيرة، ولكن لما بتحصل إصابة بنوع من أنواع السرطان اسمه مالتيبلاي مايلوما، زي ما في الصورة قدامك دلوقتي. المالتيبلاي مايلوما ده بيصيب خلايا البلازما سيل. طب لما بيحصل إصابة بالمالتيبلاي مايلوما، إيه اللي بيحصل عندي؟ قالك بيزيد إنتاج الأنتي بودي، وبالتالي هيزيد عندي بروتين البنس جونز بروتين، وهتلاقيه موجود بنسبة كبيرة جدا في الجسم، وعشان كده لازم أتخلص منه عن طريق اليورين. وبالتالي أقدر أقيس نسبة البنس جونز بروتين في اليورين، ويكون ماركر للإصابة بالمالتيبلاي مايلوما. جميل جدا. طيب، البروتين ده بيتميز بشوية حاجات، إنه بيحصل له بريسبتيشن أو ترسيب عند درجة حرارة من 40 ل 60، عكس باقي البروتينات اللي بتحتاج درجة حرارة أعلى من 60 ل 70. طب بص في الميزة دي كمان، البروتين ده لما أجي أرفع درجة الحرارة بعد ما يتكون ل 100 هيختفي. طب أجي أرجع درجة الحرارة ل 60 هيظهر مرة تانية. ومن هنا جت فكرة ازاي اقيس بروتين البنس جونز بروتين في البول. كمان البروتين ده بيكون له مولكيولار بروتين. جميل كده. نكمل مع بعض. ازاي اقدر اقيس البروتين ده في المعمل؟ بص يا سيدي، الموضوع بكل بساطة. هجيب عينة اليورين واعمل لها سنترفيوج، وبعد كده زي ما انت شايف في الصورة قدامك هجيب انبوبة زجاجية واحط فيها تلتينها بول، وبعد كده اشغل الووتر باس بتاعي لحد ما اوصل لدرجة حرارة 60 واحط الانبوبة فيه. اول ما العقارة تبدأ تظهر عندي، اللي يحصل ارفع درجة الحرارة ل 100. لو العقارة اختفت، هنا بوزيتيف فور بنس جونز بروتين. طب لو العقارة لسه موجودة عند درجة حرارة 100، قالك هو نيجاتيف فور بنس جونز بروتين. حلو الكلام جدا.
طيب اتاكد اكتر ازاي؟ قال لك اعمل كولينج، قلل درجه الحراره من 100 رجعها ل 60. ايه اللي هيحصل بعد ما كانت العينه كلير؟ قال لك هيظهر البروتين مره تانية. جميل كده. بس التحليل ده اكتشفنا انه نون سبيسيفيك. قال لك حاليا في الوقت الحالي بنستخدم البروتين الكتروفوريسيس للكشف عن البينس جونز بروتين وتحديد نوع السرطان او المالتيبلاي مايلوما. دي كانت حلقة النهاردة في ازاي اقيس البينس جونز بروتين جوه المعمل. اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.